السلام عليكم طلاب الصف الثالث المتوسط ورحمة الله وبركاته. راح نشرح وياكم مادة الفيزياء الفصل السادس، ونأشر الأشياء المهمة واللي ممكن تجينا بالوزاري، وكذلك نأشر المحذوفات حسب التكييف المنهج المقرر. طلاب، الفصل السادس يتكلم عن الكهربائية والمغناطيسية. عندنا هنا المقدمة: في عام 1820 لاحظ العالم أورستد انحراف إبرة مغناطيسية موضوعة بجوار سلك عند انسياب تيار كهربائي مستمر فيه. من خلال تجربة بسيطة اكتشف بعدها أن للتيار الكهربائي تأثيرا مغناطيسيا. هاي الفقرة نركز عليها. التيار الكهربائي له تأثير مغناطيسي. من هاي المقدمة نأشر هذه الكلمات. زين، المجال المغناطيسي للتيار الكهربائي. هاي تجربة أورستد مهمة طلاب، تجي دائما بالوزاري. تجربة أورستد نحتاج إبرة مغناطيسية تستند على حامل مدبب. إبرة مغناطيسية تستند على حامل مدبب. سلك غليظ بطول 30 سنتيمتر. بطارية فولتيتها 1.5 فولت، وأسلاك توصيل، ومفتاح كهربائي. أول شي شنو؟ نترك الإبرة المغناطيسية حرة لتتجه بموازاة خطوط المجال المغناطيسي الأرضي. هسه خلينا الإبرة بوضع حر تكون بموازاة خطوط المجال المغناطيسي الأرضي. ثانيا، نجعل السلك الغليظ فوق الإبرة المغناطيسية. السلك نخليه فوق الإبرة المغناطيسية بحيث يكون موازيا لمحورها. ثالثا، نربط طرفي السلك الغليظ بين قطبي البطارية. السلك نربطه بين قطبي البطارية وعبر مفتاح كهربائي. راح شو نسوي؟ نغلق المفتاح. نركز على كلمة نغلق المفتاح. لبرهة من الزمن سنلاحظ انحراف الإبرة المغناطيسية ومن ثم استقرارها بوضع عمودي على طول السلك، ثم عودة الإبرة إلى وضعها السابق بعد انقطاع التيار. زين، بعد شو نسوي؟ راح نعكس اتجاه التيار الكهربائي المنساب في السلك الغليظ، وذلك بعكس قطبي النضيد المربوطة في الدائرة. يقولك سؤال هنا: نعكس اتجاه التيار الكهربائي المنساب في السلك الغليظ. شلون نعكسه؟ نعكس قطبي النضيدة المربوطة في الدائرة، ثم نغلق المفتاح لبرهة من الزمن أيضا. راح شو نلاحظ من نغلق المفتاح؟ انحراف الإبرة المغناطيسية ومن ثم استقرارها بوضع عمودي على طول السلك وباتجاه معاكس للحالة الأولى. زين طلاب، نكرر الخطوات أعلاه مع وضع السلك الغليظ تحت الإبرة المغناطيسية وبشكل موازن للإبرة. شو نلاحظ؟ أن انحراف الإبرة المغناطيسية للبوصلة يدل على تأثيرها بعزم قوة مغناطيسية بسبب وجودها في مجال مغناطيسي، كما أن عودتها إلى وضعها السابق عند انقطاع التيار الكهربائي يدل على أن التيار الكهربائي ولد هذا المجال المغناطيسي. هسه طلاب، هذا بالأحمر هو كلش مهم، يجيب الوزاري. يقول سؤال: ماذا نستنتج من تجربة أورستد؟ ايش نستنتج؟ الجواب هذا مهم طلاب. حأشوف لكم إياه باللون الأزرق وزاري. مهم هذا السؤال طلاب، ركزوا عليه. الجواب: انسياب تيار كهربائي في سلك موصل يولد حوله مجالا مغناطيسيا. هذا السطر مهم. زين، هذا ما استنتجه أورستد من التجربة السابقة. الاستنتاج كلش مهم طلاب. زين، عندنا بعد المجال المغناطيسي المحيط بسلك مستقيم موصل ينساب فيه تيار كهربائي مستمر. إذا كان انسياب التيار الكهربائي المستمر في سلك موصل يولد حوله مجالا مغناطيسيا، فما شكل هذا المجال وكيف نحدد اتجاهه وما العوامل التي يعتمد عليها
خلينا نجي نشوف هذا الطلاب النشاط ونجاوب على هاي الأسئلة. طبعا هاي الأسئلة هم بها أسئلة مهمة وجدتي بالوزاري. نجي أدوات النشاط يكون تخطيط المجال المغناطيسي لتيار مستمر ينساب في سلك مستقيم. أدوات النشاط: ورقة مقوى، عدة بوصلات مغناطيسية صغيرة، سلك غليظ، مفتاح كهربائي، بطارية كهربائية فولتيتها مناسبة، وبرادة الحديد. الخطوات: نمرر السلك من خلال ورقة المقوى ونربط الدائرة الكهربائية. ثانيا، ننثر برادة الحديد حول السلك ونغلق الدائرة الكهربائية لينساب التيار الكهربائي في السلك، وننقر على الورقة نقرات خفيفة. نكرر الخطوات بوضع مجموعة البوصلات فوق ورقة المقوى بدل برادة الحديد، ستشكل دائرة مركزها السلك. بعدها نغلق الدائرة لفترة زمنية قصيرة فينساب تيار كهربائي خلال السلك. لاحظ اتجاه القطب الشمالي للإبرة المغناطيسية. نعكس قطبي البطارية لينعكس اتجاه التيار الكهربائي في السلك، ونكرر الخطوات أعلى. ماذا نلاحظ؟ الاستنتاجات كلش مهمة طلاب. نستنتج من هذا النشاط أن برادة الحديد تترتب بشكل دوائر متحدة المركز، مركزها السلك وبمستوى عمودي عليه، وهذه الدوائر تمثل خطوط المجال المغناطيسي حول السلك والناشئ عن انسياب تيار كهربائي في السلك. أما الأقطاب الشمالية لإبرة البوصلات فيمثل اتجاه المجال المغناطيسي في النقطة الموضوعة فيها البوصلة. زين، تصور أنك تمسك السلك بواسطة كف يدك اليمنى، وإبهامك يشير إلى اتجاه التيار الكهربائي المنساب في السلك. لاحظ هل يكون اتجاه الأقطاب الشمالية لإبر البوصلات في اتجاه لف الأصابع؟ فلتحديد اتجاه المجال المغناطيسي حول سلك مستقيم ينساب فيه تيار كهربائي مستمر، نطبق قاعدة الكف اليمنى. هاي الطلاب كلش مهمة، هاي مهم وزاري مهم. يقول سؤال: كيف تحدد اتجاه المجال المغناطيسي حول سلك ينساب فيه تيار كهربائي؟ هذا السؤال. جواب شنو هو الجواب؟ راح يكون عندي هذا الجواب مهم طلاب تحفظونه كلش زين. هذا دائما يتكرر بالوزارة. الجواب: نطبق قاعدة الكفة اليمنى. امسك السلك بالكفة اليمنى بحيث يشير الإبهام. ركزوا طلاب، الإبهام، هذا الإبهام المن يشير إلى اتجاه التيار الكهربائي، بينما يكون اتجاه لف الأصابع باتجاه المجال المغناطيسي. هاي لف الأصابع هذا مجال مغناطيسي، والإبهام تيار. هسه طلاب هذا أيضا سؤال مهم، اللي هو العوامل التي يعتمد عليها المجال المغناطيسي الناشئ حول سلك مستقيم. تركزون هاي الكلمات: ينساب فيه تيار كهربائي مستمر. طلاب شوية بهذا الفصل العوامل عباك تحسون الأسئلة مش شابحة، لا تخربطون. هذا تميزونه من تشوفون كلمة حول سلك مستقيم. عوامل يعتمد عليها المجال المغناطيسي الناشئ حول سلك مستقيم ينساب فيه تيار كهربائي مستمر. الجواب: أولا، يزداد مقدار المجال المغناطيسي بازدياد عدد خطوط المجال المغناطيسي المار عموديا خلال وحدة المساحة ضمن مساحة معينة بازدياد مقدار التيار الكهربائي المنساب في السلك. زين طلاب، يعني كلهم يزدادن. زين. ثانيا، شو وقت يزداد بعد المجال المغناطيسي؟ بالاقتراب من السلك، يعني هسه أول وحدة هسه هاي عندنا، ويقل مقداره بالابتعاد عن السلك. يزداد كل ما اقترب من السلك ويقل من ابتعد عن السلك. وبعد شو وقت يزداد؟ كل ما زيد خطوط المجال المغناطيسي. هسه أول شيء يعني يعتمد على خطوط المجال المغناطيسي، ازدياد بازديادهن. ثاني شيء شنو هو؟
يزداد بمن بالاقتراب من السلك ويقل بالابتعاد عن السلك. ثالثا اتجاه المجال المغناطيسي يعتمد على اتجاه التيار الكهربائي المستمر المنساف في السلك المستقيم. زين، إذا انساب تيار كهربائي مستمر في سلك عمودي على صفحة أفقية، فإن اتجاه المجال المغناطيسي يكون بشكل دوائر متحدة المركز. يكون بشكل دوائر متحدة المركز حول السلك في مستوى الصفحة، واتجاهها يتوقف على اتجاه انسياب التيار الكهربائي في السلك. فإذا انساب التيار في السلك نحو الناظر، يعني خارج من الورقة، فاتجاه المجال المغناطيسي واتجاه التيار سيكون كما في الشكل A. خلينا نشوف هنا، يقول هنا A النقطة هاي A تمثل اتجاه التيار الخارج من الورقة، واتجاه المجال المغناطيسي يكون عكس اتجاه دوران عقرب الساعة، يعني جاي هيجي جاي عكس اتجاه دوران عقرب الساعة. زين، والإكس تمثل اتجاه إذا كان داخل الورقة، اتجاهها شو يكون مع اتجاه دوران عقرب الساعة، يعني إذا خارج الورقة عكس اتجاه عقرب الساعة، وإذا داخل الورقة باتجاه عقرب الساعة. لهنا طلاب خلصت محاضرتنا، انتظرونا بالمحاضرة الثانية نكمل وياكم الفصل السادس. عليكم تشتركون بالقناة وتدعمونها وتشاركونها، وشكرا لكم طلاب.